مفيش حد في البيت الحمد لله. ماشي يا ابوي ماشي. بقى انا اقول له على 200 جنيه اروح بقى الفرح، مش عايز الدين. انا هبيع التلاجة تقيل. طب اخد هدومه الانبوبه هاي. ماشي. انا هندم والله، لا ندمك يا بايع على الانبوبه دي، زي ما بعت اللي فاتت برضه هبيع التانيه دي ان شاء الله. ما اخليكش تعرف تشرب كوبايه شاي في البيت. ابى اقول له ماشي يا جدعان، انا زعلان على يوم اجي. راح املاها اوعى كده. رايح فين بالانبوبه دي؟ راح املاها. ايه؟ راح املاها. راح تملاها ايه؟ ايه اوعى. لا مفيش حد بيملى انابيب دلوقتي يا جماعه املاها من عند ناصر ابو عبغاني. لا ولا نعرف نصر ولا نعرف غيره. واخد الانبوبه رايح فين؟ راح املاها هيت فاضيه هيت. اوعى تكون رايح تبيعها يا ابني. لا انا ما ببيعش حاجه. اللي كانت عندي انا مش عارف مين اللي خدها برضك. واحد سيبنا البتن وامك ويجي لي ما نزلش الانبوبه. ماليش دعوه انا بقى، ماليش دعوه. اوعى تكون انت اللي بتبيع الانبوبه من 200 جنيه وراك. خلينا نروح الفرح. ماشي. هات 200 جنيه خلينا نروح الفرح. قلت لك عايز تبيع الانبوبه عشان تروح الفرح. هتجي وراكش حاجه كده. هتجيب يعني ولا ما حجفت؟ ما انت هتسيب تضرب ابوك يا ولا مش مخلينا حاجه في البيت يا اخي. اطلع بره وانت ما بتديش لحد حاجه. اطلع بره يا يا عم روح ارحمنا بقى. وانا عايز يبيع الانبوبه اللي حلتنا بقى اللي فاتت وما يخليش حاجه في البيت.